هنعمل حاجة النهاردة هي اتأخرت شوية، بس ما فيش مشاكل. انا كنت شايلاها في الفريزر. طبعا ده انتوا عارفين اللي ذبح دي لية خروف، والحتة الصغيرة التانية دي انا كل ما بجيب لحمة من عند الجزار بشيل بيحط لك 100 جرام كده ايه دهون. طبعا انا وانا وولادي مش بناكل اللحمه الملبسه او الدهون. تمام كده، بروح عاملاها مشفياها واخده الدهون وشايلاها في كيس في التلاجة، واظن كتير بيعمل زي كده. اجمعهم بقى في كيس، وحته من اللي هي الخروف ديت حوالي يعني معديه نقول كله هيبقى كيلو وربع. دي كيلو الا ربع، والتانية يعني كله كده لو وزنته كيلو الا ربع. تمام. انا هنا مش بقطع على بلانشة عشان البلانشة مغسلهاش. ليه بقى البلانشة؟ بتبقى زي ما انتوا عارفين كده بيلزق فيها الدهون. فانا دي علبة جبنة زي ما وريتها لكم دلوقتي. هقطعها ازاي وهي متلجة؟ احسن حاجة تقطعي الكبدة وتقطعي الدهن دوت وهو متلج، تسيبيه يهدى شوية وتمسكيه تقطعيه كده. وبعد ما هقطع همسك حتة ايوه ورقة الجبنة دي هرميها خلاص، استخدامها خلاص يعني. طيب في حاجة تانية ممكن تفرميه الأحسن من كده، تاخديه عند الراجل أو تفرميه بالمفرمة، بس أنا بخاف على المفرمة لأنها اتكسرت كذا مرة مني واتبهدلت، فبخاف عليها فقطعت التقطيعات دي. وهقول لكم السلة اللي هيطلع هنعمل بيه ايه. مش هحط عليه أي حاجة، حطيته في حلة علق عليه على النار، ومش هحط عليه في الأول أي حاجة لحد ما يبتدي كده يسيح في قلب بعضه شوية. طيب هنا معايا قشطة من وش اللبن، وحتة زبدة يعني قشطة على زبدة هي من وش هاخدها يعني كلها. ومعايا لبن رايب، يعني الكوباية عندي نص كوباية صغيرة، الكوباية دي صغيرة حطيت له نص كوباية لبن رايب. مش هحطهم دلوقتي خالص. تمام. انا هحط دلوقتي نص معلقة ملح وربع معلقة سكر. ليه السكر؟ بتعمل للدهن طعم تحفة. الدهن ليه الخروف والدهن اللي انت محوشاه من اللحمة اوعي ترميه. وهقولك على استخدامه ايه دلوقتي. لو مش بتحبيه هتحبيه، ومش هيبقى له ريحة نهائي. الريحة بتاعت الدهن دي مش هتشميها، اوعدك كده. اهي بدأ حتت منه تصفر وبدأ يسيح. انا ما حطيتش غير شوية رشة سكر وربع معلقة ملح بس. تمام. بدأ هو ما بياخدش وقت، هدي عليه النار وسيبيه. اللي طالع على الوش ده مش ريم، دي رغاوي مطرح البروتين. تمام. هحط دلوقتي اللبن الرايب مع القشطه اللي محوشاها من وش اللبن. زي ما انت عندك كوبايه اكبر محوشاها، دول انا اللي كنت محوشاهم، كنت حطاهم في كيس وحطيتهم في العلبه، وكنت بستعمل منهم حاجات، ودول اللي فاضوا. واحط كام ورقه لوري كده بتحفظه وتعمل له ريحه برضو حلوه، بتضيع ريحه الدهن منه. والقشطه واللبن الرايب مش هيخلولك ليه ريحه نهائي. هتستني بقى، بصي كده هو خلاص هتبدا اللون الاصفر دوت اصفر غامق يبان. ما تستنيش لما يتحرق ويبقى بني غامق، لا، هي لسه شويه يعني سيكه بسيطه. وهقفل عليه وهوريكي دلوقتي هيبقى ايه. ولو وصلتي معايا لحد هنا يا قمر ما تنسنيش، بقدم محتوى سهل وبسيط. اتمنى ان ينال اعجاب حضراتكم، وشجعيني بلايك باشتراك متابعه، يعني شهيصيني كده، شيري على قد ما تقدري. انا هنا هستنى حاجه بسيطه واوطي عليه. بص هو لوحده كده. بصي اللون ده هو اللي انا عايزاه. انا كده قفلت عليه، شايفه؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه. ما تستنيش السلة بتاعه يتحرق. لو فرمتيها يكون احسن، مش هتطلع لك كميه السلة دي، بس انا كميه السلة دي انا مش هرميها. هقول لك دلوقتي على استخدامها. هنشيل السلة بتاعه دوت ماشي بورق اللوري. السلة ده عملتي كبدة اسكندراني بعد ما تسويها خالص، قبل ما تقفلي عليها بدقيقتين 3، يعني حتتين سلة كده
قطعيهم تحت السكينة كده، دشتشيهم، هي بيبقى ناشف جدا، بيتحمص ويبقى ناشف، وحطيهم على الكبدة الاسكندراني سواء مجمدة أو بلدي، بتبقى خطيرة تحفة. تمام. عندك ايه تاني؟ حاجات كتير. اللحمة مشوحة، اي حاجة انتي بتعمليها هتحطي عليها السلة، ده بيبقى خطير. اللي بيحبوا في الاكلات يحبوا، انا ما بحبوش الا في انواع بس، كبدة، كلاوي، حاجات مشويات كده بحطه. في ناس بتدغدغه اكتر وتحطه برضو مع اللحمة في الحواوشي، بيدي طعم حلو قوي. الحواوشي بالذات الدهن ده والسيلة ده بيبقى خطير. طيب الدهن ده انا طلعت منه السيلة وهحطه في برطمان، البرطمان ده كيلو. تمام. قبل ما احطه هحط كام حبايه فلفل اسمر كده، دي ماده الحفظ بتاعته بقى، يقعد زي ما انت عايزه، لو سنه هيقعد بره التلاجة. تمام. هصفيه اهو، هو بيبقى خطير. لو حطيتي حته على وانت بتقلي الحواوشي فتفوته كده قد الفوله على في الطاسه اللي انت بتقلي فيها الحواوشي، لو جبتي معلقه، ما عندكيش لحمه حمراء وعايزه دهون للكفته، جبتي معلقه وهو مستوي وحطيتيها. بس السلة ده ليه استخدامات معينة للناس اللي بتحبه، وفي ناس بترش عليه ملح وفلفل وتعمله سندوتشات، والله في ناس بتاكله. بس هنا ما عنديش حد بيستتقلوه شوية. بصي بقى هسيبها تجمد. بصي عمل لي كيلو وربع، عمل لي ما بتطلعش كتير، والسلة ده كتير ما شاء الله. بصي بقى جمدت اهي، خطيرة يعني، فيها طعم القشطة. وهقول لك استخداماتها دلوقتي. طيب السمنة دي ينفع استخدمها لكله؟ لا، انا هكدب عليكي لو قلت لك انا بستخدمها لكله، او زي ناس كتير طلعت كله والحلوى حلو وحادق والكلام ده، لا، انا كده هغشك واكدب عليكي. السمنه اللي طلعت دي بتاعت الدهن الحيواني انا بستخدمهاش لكله، انا بستخدمها في الخضار بس، واحط حته منها ربع معلقه بس تطعم لي الاكل. تمام. هو بيبقى حلو. تعالي اعملي طاجن باميه وحطي حته، تعالي اعملي شويه سبانخ وحطي ربع معلقه على البصله كده وهي بتتقلى، تقلي بيها البصل ده، فلفل اسمر. تمام. بتبقى خطيره. لكن تيجي تقولي لي اعملي بيها رز، في ناس بتعمل بتحط حته وتعمل بيها الرز، لا، ما بحبش الرز، سمنه بلدي. تمام. تعالي اعملي بيها فطير وحلويات زي ما بيقولوا على السوشيال ميديا، لا، اوعي تمشي وراه اي كلام، يعني هي ريحتها راحت خالص كدهن، هي خدت طعم القشطه وطعم الورق، لا ريحتها جميله، مش هتشمي الريحه اللي انت بتشميها لما بتسيحيها قبل كده لو عملتيها بنفس الطريقه دي. ومرمله، مرمله خطيره وريحتها حلوه، بس دي حلويات لا طبعا. بسبوسه، كيكه، اي حلويات لا طبعا، ده دهن حيواني، لا، ده بتحطي له زبده او قشطه. حاجات اللي هي الالبان، يعني حاجات السمنه بتاعت الالبان. لكن ده السله ده زي ما قلت لك، هتدغدغيه حطيه على الكبده، تحطيه على الحواوشي جوه رغيف الحواوشي، لكن ما تقليش بيها يتحرق. لكن اللي تقلي بيها حته قد الفوله كده، السمنه ديت تقلي بيها رغيف الحواوشي حته قد الفوله، ما تكتريش عشان ما يبقاش كتير. معلقه تحطيها لو ما في اللحمه عندك حمراء وعايزه تعملي كفته، حطي معلقه على كيلو اللحمه بتاع الكفته. انا خلصت الفيديو بتاعي، بقدم محتوى سهل وبسيط، اتمنى ينال اعجاب حضراتكم، وتشجعوني لايك ومتابعه اشتراك، شيري على قد ما تقدري. سلام.